النصيري، الركراكي، مبيمبا، عقوبات قد تطالهم من طرف الكاف بعد الاحداث اللي وقعت في المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي والكونغو. غنرجعوا للتفاصيل واش وقع. الكاف فتحت تحقيق بخصوص هذا الامر، وهذا اللي غيخلي ان المسطره تكون سريعه، لان الكل ربطها باحاده عمروش والسرعه باش تاخذ القرار، وهذا غيخلي ان القرار قريبا سيصدر بعد ما غيتم البحث والتحقيق فيما حدث بعد مباراه المغرب الكونغو. علاش النصيري بالضبط مشى تبع مبيمبا وشفنا الطريقه باش بغى يحبسوا بونو؟ اش وقع؟ واش قال ليه؟ واش هاد الاحداث اللي وقعت في مباراه الكونغو والمغرب غتخلي ان المنتخب يقدر يفقد التركيز ديالو في المباراه القادمه امام زامبيا؟ طبعا غنتكلموا على كل التفاصيل وغنجيو نتكلموا على العقوبات والفتح ديال التحقيق، ولكن في البدايه اكيد نقطه مهمه جدا، لما كنبغيو نناقشوا اي موضوع بشكل عام على مستوى الاعلام ما كنضخموش الامور وما كنزيدوش فيها، كنقلوا الاحداث والمعطيات وكنحلوا، ماشي بحال شي اعلاميين سامحهم الله جاو شدوا الصوره ديال فوزي القجع وقال لك حقا فوزي القجع الوقت اللي ضرب اللاعب ديال الكونغو ومشى غادي يجري. للاسف هادشي تعودنا عليه ولا عندنا عادي وما يمكنش نبقاو مقابلينهم نهار ومطر. طبعا غنمشيو للعقوبات اللي كيف قلت انها قد تطال كل من نصيري الركراكي ومبيمبا، وهنا غنجي لواحد النقطه مهمه جدا وقليل اللي ركز عليها. هاد اللاعب الكونغولي هذا قبل ما تجرى المباراه وفي الندوه الصحفيه قال حنا داخلين للحرب، وقال ودي انا كنعرف لاعبين معايا في مارسيليا ولكن في التيران ما نعقل على حتى واحد، وكان باين انه داخل مشحون. بل اكثر من ذلك سالات المباراه وتكلم على نقطه مهمه وقليل اللي غيركز عليها. هو قال انا عندي فيديوهات، انت كنتي لاعب كيفاش صورتي دوك الفيديوهات؟ شكون اللي كان كيصور لك؟ واش كنتي مخطط لهذا الامر؟ كيتكلم على امور اللي هو كان موجد لها، وهذا امر اللي غريب. ان شاء الله التوفيق للمنتخب ونزيدوا للقدام. بالنسبه للمباراه ديال زامبيا واش غيأثر علينا هذا الشيء ولا لا؟ هي سيف ذو حدين. علاش؟ ممكن ان اللاعبين يكونوا يبغيو يديروا رده فعل ويبينوا للمغاربه بانه هذوك اللي كانوا كيقولوا المغرب غيجيب كاس افريقيا يومين من بعد قالوا صعبت وما بقى شيء، غيبغيو يبينوا لهم انتصروا ويأكدوا على انهم عندهم الامكانيات اللي تخوليهم يمشيو بعيد في الكان. وكاين ايضا اللي كيقول اودي ربما هذا الشيء اثر وتخلق مشاكل. على العموم كنتمناو ان المنتخب الوطني المغربي واصل المشوار اناري حذاري، عداك الطياره تعاود قريبا. ديماري بغيناها تبقى تجيب اللقب ماشي تجي بلاش.